قبل ما تحاول تفهم نظرية النسبية الخاصة بتاعت ألبرت أينشتاين، لازم تفهم الأول هو ليه أصلا ألبرت أينشتاين فكر في حاجة الفيزياء لنظرية زي دي. التناقض اللي خلى أينشتاين يفكر في إن هو لازم يطلع نظرية جديدة، فكرة إنه نظرية ماكسويل بتقول إن سرعة الضوء ثابتة مهما كانت سرعتك. بمعنى إن أنت مثلا لو أنت راكب عربية مثلا ماشية بنص سرعة الضوء، والعربية دي خارج منها ضوء بيتحرك بسرعة الضوء، المفروض إن إحنا منطقيا حسب نظرية نيوتن لجمع السرعات هتكون سرعة ضوء زائد نص سرعة الضوء اللي هي سرعة العربية. لكن ده ما بيحصلش. اللي بيحصل إنه سرعة الضوء ثابتة دايما مهما كانت السرعة اللي أنت بتتحرك فيها. وده اللي أدى للتناقض ما بين نظرية ماكسويل لثبات سرعة الضوء ونظرية نيوتن لجمع السرعات. فمن هنا ألبرت أينشتاين اتأكد انه في واحدة من النظريتين فيها خطأ، يا اما نظرية نيوتن يا اما نظرية ماكسويل. فاستغرق في التفكير علشان يوصل لنظرية النسبية الخاصة. جاته الفكرة جات له في يوم من الايام. هو فكر ان هو لو هو راكب قطر، القطر ده بيتحرك بسرعة الضوء وقدامه ساعة كبيرة في ميدان قدامه، وانت بتبعد عن الساعة دي بسرعة الضوء، اللي هيحصل ان انت هتبقى شايف الساعة ثابتة والعقارب بتاعتها ما بتتحركش، كأن الزمن فيها واقف، مع ان الساعة بتاعتك اللي انت لابسها في ايدك في القطر بتتحرك بشكل عادي. من هنا اينشتاين اقتنع او اكتشف فكرة انه الزمن ده مش شيء مطلق، يعني مش حاجة ثابتة. الزمن بيختلف باختلاف السرعة اللي انت بتتحرك فيها. كل ما تزيد سرعتك كل ما بيتباطأ الزمن. المفهوم ده صعب شوية الفهم، لكن دي حقيقة وتم إثباتها عمليا. حتى انهم جابوا ساعات ذرية، ساعات دقيقة جامد، الساعات الذرية دي، وحطوا ساعة ذرية مثلا على صاروخ طالع للفضاء وساعة ذرية تانية على الأرض، لقوا إنه الزمن فعلا بيعدي أبطأ على الساعة اللي بتتحرك بسرعة كبيرة. أو تقدر تقول إن الزمن بيختلف على اختلاف سرعتك، ومفيش حاجة مطلقة اسمها الزمن. لا، الزمن بيطول أو بيقصر حسب السرعة اللي أنت بتتحرك بيها. وده بياخدنا لمفهوم تاني. ده بيحصل ليه؟ بسبب انكماش المكان أو الفراغ. والمفهوم ده برضه لحد ما صعب الفهم، لكنه حقيقة. بمعنى أنت كل ما تتحرك بسرعة عالية كل ما طولك بيقل، بتنكمش. اللي بيحصل ان اللي بينكمش مش الذرات، اللي بينكمش الفراغ اللي ما بين الذرات. واحنا عارفين حقيقة علمية بتقول انه 99 وشوية او 9 من 99.9 تقريبا من كل حاجة في الكون هي عبارة عن فراغ. فانت لما بتتحرك بسرعة كبيرة بيبدأ الطول بتاعك بينكمش. يعني لو انت بتتحرك بسرعة عالية وواحد بيبص عليك وانت بتتحرك هيلاقي ان طولك بينكمش، لكن ارتفاعك ثابت. ارتفاعك ما بينكمش، لكن بينكمش طولك. تقدر تفهم الحتة ديت بشكل بسيط شوية. ان احنا قلنا انه سرعة الضوء ثابتة مهما كانت سرعتك. فمن العلاقة اللي هي بتقول انه V equal x على t، او السرعة بتساوي المسافة على الزمن. لو السرعة دايما ثابتة، معنى سرعة الضوء دايما ثابتة، يبقى اذا الجزء المساوي لها اللي هو مسافة على الزمن لازم يتغير. السرعة دي ثابتة، لازم المسافة تتغير او الزمن يتغير. اللي بيحصل ان الاتنين الزمن بيتباطأ والمسافة بتبدأ تقل كل ما سرعتك تزيد، بحيث ان هو تبدأ دايما سرعة الضوء ثابتة. يعني انت زي ما قلنا لو انت راكب عربية، العربية بتتحرك بنص سرعة الضوء، والضوء بيتحرك، والضوء اللي خارج من العربية بيتحرك بسرعة الضوء. لازم تكون سرعة الضوء المحصلة دي، مع انها بمفهوم نيوتن الكلاسيكي المفروض سرعة الضوء اللي خارج من العربية تكون سرعته 1.5 سرعة الضوء، لكن هي بتفضل سرعة الضوء. اللي بيحصل انه اللي بتغير هنا المسافة بتبدأ تنكمش، والزمن بيبدأ يتباطأ علشان يفضلوا محافظين على سرعة الضوء اللي هي أسرع حاجة في الكون، اللي مفيش أي حاجة تقدر تتعدى سرعته. على سبيل المثال، انت مثلا لو انت
زي ما قلنا الضوء اسرع حاجه في الكون. لو انت مثلا راكب سفينه فضائيه بتتحرك بسرعه 90% من سرعه الضوء وضربت رصاصه، الرصاصه برضو سرعتها 90% من سرعه الضوء. مفهوم نيوتن الكلاسيكي بيقول انه احنا هنجمع السرعات، اذا سرعه الرصاصه هتبقى سرعتها 90% من سرعة الضوء زائد 90% من سرعة الضوء يساوي 180% من سرعة الضوء، لكن ده ما بيحصلش. بيبدأ زي ما قلنا الزمن بيتباطأ والمسافة بتنكمش بحيث انه مفيش اي حاجة تقدر تعدي سرعة الضوء، فاذا هتكون سرعة الرصاصة في الوقت ده حوالي 99% من سرعة الضوء، مش هتتجاوز سرعة الضوء. احنا ما بنلاحظش حكاية انكماش الفراغ، ودي حاجة مثبتة علميا، هي غريب صعبة على الفهم لكن مثبتة علميا، احنا ما بنلاحظهاش في الحقيقة اللي احنا بنتحرك بسرعات قليلة. على سبيل المثال لو احنا كنا مثلا قلنا ان سرعة الضوء مش السرعة الهائلة دي، لو مثلا سرعة الضوء كانت 30 كيلو متر في الساعة مثلا واحنا راكبين عربية بتتحرك بسرعة 30 كيلو متر في الساعة، اللي هيحصل انه هيبدأ العربية طولها يقل مع ارتفاعها زي ما هو، لكن طولها يقل يقل يقل. لو احنا وصلنا لسرعة الضوء هيبقى طول العربية حوالي وحدة طول واحدة بس، وحتى الركاب اللي موجودين في العربية مش هيحسوا ان هم انضغطوا. يعني ما تفتكرش ان احنا لو احنا راكبين في العربية ديت وانضغطنا كلنا مش هنحس ان احنا انضغطنا، لانه زي ما بقول لك اجسامنا وكل حاجة في الكون مكونة من الفراغ، فالفراغ هو ذراتنا ما بتنضغطش، لا الفراغ هو اللي بينضغط، فبالتالي ما بنحسش بالحكاية ديت. والعربية لما توصل زي ما قلنا سرعة الضوء اللي هي لو قلنا افترضنا انها 30 كيلومتر في الساعة، احنا بنبدأ ننكمش. اول ما بتبطأ طولنا بيبدأ يزيد تاني لغاية لو وصلنا لسرعة الصفر طولنا يبقى يوصل للطول العادي تماما. النقطة التانية في نظرية النسبية الخاصة انه ألبرت اينشتاين اكتشف انه كل ما سرعتك بتزيد كل ما الكتلة بتاعتك بتزيد. ازاي اللي بيحصل؟ انه احنا عارفين ان الطاقة الحركية بتساوي ام في او الكتلة في السرعة. لما بتتحرك كل ما تتحرك بسرعات عالية الطاقة الحركية اللي انت بتكتسبها ديت مع زيادة سرعتك بتتحول لكتلة. وفي فرضية بتقول ان انت لو اتحركت بسرعة الضوء، وده طبعا يمكن يكون مستحيل في الكون، لو اتحركت بسرعة الضوء كتلتك هتوصل لحد لا متناهي، كتلتك هتبقى لا نهائية. او تقدر تقول ده اللي بياخدنا لنقطة نشأة الكون، لما في الانفجار العظيم لما كان الكون بدأ اصلا من نقطة كتلتها لا متناهية وكثافتها لا متناهية، لكن حجمها يعتبر صفر. وده اللي خلى اينشتاين يكتسب القانون الشهير بتاعه بتاع نظرية النسبية الخاصة اللي هو E = mc²، او الطاقة بتساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء. وما دام في علاقة ما بين الطاقة والكتلة، إذا نقدر نحول أحدهما إلى الآخر، يعني نقدر نحول الطاقة لكتلة أو الكتلة لطاقة. وأينشتاين بيقول على الحكاية دي أول ما اكتشف القانون ده إن هو كل حاجة في الكون تعتبر مصدر طاقة هائل، حتى التراب اللي في الأرض ده عبارة عن كتلة. بطريقة ما لو قدرنا نحوله لطاقة هيبقى طاقة هائلة، لأن المعادلة بتقول E = mc²، أو الطاقة بيساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء. فبالتالي لو مجرد تحويل جرام واحد مثلا من المادة لطاقة هتبقى طاقة هائلة. وده اللي بياخدنا لفكرة القنبلة الذرية اللي هي قايمة على إنه في مواد مشعة، المواد المشعة دي بتفقد جزء من كتلتها عن طريق الإشعاع اللي بتخرجه، فبتخرج كمية طاقة هائلة. ده اللي بيصنع القنبلة الذرية. ومع نظرية النسبية الخاصة لألبرت أينشتاين بدأ ينهدم حاجة في الفيزياء اسمها قانون بقاء الكتلة أو قانون بقاء الطاقة. ما بقاش صحيح. الصحيح إنه اللي ثابت هو مجموع الكتلة والطاقة مع بعض عن طريق العلاقة اللي هي E = mc²، أو الطاقة بتساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء. دي كانت تأملات على نظرية النسبية الخاصة بتاعت ألبرت أينشتاين. بشكر أي حد شاف الفيديو، ولا عجب الفيديو تعملوا شير، والسلام عليكم.